بعد ما نيك واودري قدروا ان هم يحلوا القضيه اللي فاتت، كل واحد فيهم ساب شغله خالص وقالوا بقى ان هم يشتغلوا في موضوع التحقيقات ده. يعني الناس هتجيبهم عشان يحققوا في اي جريمه تحصل، ومقابل كده هياخدوا فلوس. وفي واحده فعلا اتفقت معاهم على شغل وجابتهم عشان يكتشفوا لها لو جوزها بيخونها ولا لا، بس هم بهدلوا الدنيا والست كانت هتموتهم. والواضح كده ان هم فشلوا في الموضوع ده، ودلوقتي قاعدين ما عندهمش شغل وخسروا فلوسهم كلها. هم دلوقتي في البيت ونيك مش عارف ينام، فاودري بتقول له ممكن تتسلى لحد ما يجيلك نوم وتقرا الكتاب ده، لان الكتاب هيفيدك عشان في حاجات مهمه عن التحقيق في الجرايم. واللي كتبه ضابط محترف جدا في المجال ده، قال لها ان ده كتاب اي كلام وان هو مش محتاج يقرا حاجه زي كده، لانه كان بيشتغل ضابط في الشرطه فعنده خبره كفايه وفاهم اللي بيعمله كويس. وهم قاعدين بيتكلموا، الراجل الملياردير صاحبهم الهندي اتصل بنيك، ونيك لما كلمه كان سامع صوت دوشه عنده، فساله انت بتعمل ايه وايه الصوت العالي اللي عندك ده؟ قال له مفيش حاجه، انا بكلمك دلوقتي وانا راكب الجيت سكي. فنيك استغرب عشان الموبايل ممكن يقع منه وهو بيتكلم، وبيقول لنيك انه بيكلمه دلوقتي عشان يعزمه هو واودري على الفرح بتاعه. هو خلاص هيتجوز وعامل الفرح على الجزيره بتاعته. وفجاه وهم بيتكلموا راجا اتقلب ووقع في الميه. وبعد يومين كده راجا بعت لهم طياره خاصه عشان توصلهم للجزيره اللي هيبقى عليها الفرح. قاعدين بيهزروا مع بعض ومبسوطين بالرحله اللي هم طالعينها. اول ما وصلوا راجا جه سلم عليهم وكان مبسوط ان هم جم، وعرفهم على كلوديت اللي هي البنت اللي هيتجوزها. كلوديت سلمت على اودري وبستها وبست نيك هو كمان، بس اودري كانت غيرانه على نيك وبتقول له كفايه بوس بقى. ولقوا ان الجنرال صاحبهم موجود عشان هو المسؤول عن حمايه راجا، بس اتفاجئوا لما شافوه عشان لقوا ان دراعه الشمال مش موجود. راجا قال لهم ان كان في حد عاوز يقتله لما كانوا في مومباي، والجنرال ضحى بدراعه عشان ينقذه. دخلوا الاوضه بتاعتهم وكانوا مبسوطين لان لقوها حاجه حلوه قوي عامله زي ما تكون فيلا، وفرحوا اكتر عشان لقوا ان راجا سايب لهم صندوق مليان هدايا، ومش اي هدايا، دي حاجات غاليه وتليفونات ايفون. بالليل كانوا في الحفله اللي راجا عاملها قبل الفرح بتاعه، وفي الحفله اودري كانت واقفه وجالها واحد متعرفوش وكان عمال بيحاول يتكلم معاها وبيعاكسها. نيك جه وطلع انه يعرف الراجل اللي واقف مع اودري، وسالته ايه ده انت تعرفه منين؟ فقال لها ان ده كان لعيب كوره قديم اسمه فرانسيسكو، وتوقف عن الكوره بعد ما ضرب لعيب زميله اداله بالدماغ خلاه ما يشوفش تاني خالص. ومفيش فايده، حتى بعد ما عرف ان نيك يبقى جوزها عمال بيعاكسها قدامه، فهي زهقت منه وسابته ومشيت. بعد ما مشيت نيك بيقول لفرانسيسكو ايه رايك تدفع 10,000 دولار واخليك تقضي ليله معاها؟ صدق وكان هيديله الفلوس على طول، بس نيك شتمه وقال له انه كان بيهزر معاه. اودري كانت في البوفيه بتاخد اكل، وفي واحده شافتها وعماله بتتريق عليها عشان لاقيها بتاخد اكل بكميه كبيره، فبتقول لها هو انت البلد اللي جايه منها ما فيهاش اكل ولا ايه؟ اودري اتكسفت وكانت ترجع الاكل تاني، بس قالت لها بدل انت حطيتي الاكل في الطبق بتاعك ما ينفعش ترجعيه تاني. واللي عماله بتتريق على اودري دي اسمها سايكو، وكانت هتتجوز راجا قبل كده بس ما كملوش مع بعض. والسايكو دي كمان غنيه قوي، واللي واقفه جنبها دي تبقى المساعده بتاعتها. نيك واودري قاعدين بيتكلموا مع اخت راجا وهم اول مره يشوفوها، لان اصلا هم ما كانوش يعرفوا ان راجا عنده اخت. الرقصه بتاعت الحفله ابتدت وكل الناس عمالين بيرقصوا ومبسوطين، وفجاه راجا دخل راكب فيل وعمال بيعمل حركات مش مفهومه. وقع من على الفيل وطلع ان ده مش راجا، ده واحد من الحراس بتوعه، وفي حد موته وحطه على الفيل ودخله الحفله عشان يلهي كل الناس اللي موجوده في اللي بيحصل ده. نيك طلع يجري بسرعه عشان يشوف راجا، ولقى ان راجا في حد خطفه، واللي خطف راجا اول ما شاف نيك ضرب عليه نار وكان بيحاول يموته. نيك رجع تاني وقال لهم على اللي شافه، وقال لهم بس ما تقلقوش انا واودري هنحقق في القضيه دي وهنكتشف مين اللي عمل كده، وهناخد مبلغ بسيط في التحقيق اللي هنعمله ده، يعني في حدود 25 مليون دولار بس. دخلوا الاوضه ونيك عمال بيحط حاجات عند الباب عشان يقفله، واودري بتقول له انت بتعمل ليه كده؟ قال لها ان ممكن حد من اللي كنا واقفين معاهم من شويه يكون هو اللي عمل كده، وبعد ما قلنا ان احنا نمسك التحقيق في اللي حصل فاكيد اللي عمل كده يبقى عاوز يموتنا، فلازم ان احنا نقفل الباب كويس على نفسنا عشان نبقى في امان واحنا نايمين. لما صحيوا من النوم الصبح لقوا نفسهم زي ما يكون مغمى عليهم، يعني ممكن يكون حد حط لهم منوم او حاجه عشان يخليهم يناموا وما يصحوش الا الصبح. لما طلعوا بره لقوا الجنرال وكل الناس واقفين مستنيين حاجه، مستنيين ظابط اسمه ميلر اللي هو طلع من تحت الميه ده عشان جاي يحقق في اللي حصل ويعرف مين اللي خطف راجا. وميلر ده الظابط اللي مؤلف الكتاب بتاع التحقيق في الجرايم، اللي هو الكتاب اللي اودري كانت عاوزه نيك يقراه لما ما كانش عارف ينام. واودري اول ما شافته كانت مبسوطه قوي عشان هي واخداه كمثل اعلى ليها. اللي خطف راجا اتصل وطلب انه يكلم نيك، وميلر موصل التليفون باجهزه معينه عشان يراقب المكالمه، وقال لنيك حاول ان انت تطول معاه المكالمه بتاع دقيقه كده او حاجه عشان نقدر ان احنا نحدد مكانه فين. اللي خطف راجا بيقول لنيك انه عاوز 50 مليون دولار عشان يسيب راجا وما يموتوش. نيك قال له تمام ماشي هنعمل لك اللي انت عاوزه، وبيحاول يطول معاه المكالمه عشان يحددوا مكانه فين، وعمال بيهبل معاه في الكلام عشان يطول المكالمه وخلاص. بس اللي خطف راجا لقى ان نيك عمال بيتكلم على الفاضي وبيقول اي
كلام، فزود عليه الفلوس وقال له انت هتيجي انت واودري تقابلوني وتجيب معاك 70 مليون دولار، ولو ما جبتش الفلوس احنا هنموت روجر موته مش هتبقى حلوه خالص. ميلر خدهم معاه في العربيه عشان يوصلهم للمكان اللي هيقابلوا الراجل فيه ويدوله الفلوس، وطلب منهم ان هم يدوله التليفونات بتاعتهم، بس قالوا له خد بالك من التليفونات دي كويس عشان دي ايفون جايه لنا هديه وتمنها غالي. خدها منهم وحطها في علبه جنبه مصفحه وداس على زرار فجر التليفونات. هم بقوا يبصوا كده ومش مصدقين اللي حصل. الراجل كلمهم في التليفون وقال لهم امشوا ناحيه العربيه الميكروباص اللي واقفه هناك دي. لقوا هناك واحد لابس ماسك، وهم المفروض كانوا متفقين ان هم يدوله الفلوس وياخدوا روجر معاهم ويمشوا، بس روجر ما كانش موجود في العربيه، واللي لابس ماسك ده قال لهم اركبوا العربيه وانتوا ساكتين بدل ما هموتكم. وكان هيموت نيك عشان مش راضي يديله الشنطه اللي فيها الفلوس، بس نيك ضربه ووقعه على الارض، بس اودري غصب عنها رشقت الفاس في دماغ اللي كان سايق العربيه. بعد ما السواق مات العربيه كانت ماشيه لوحدها واودري بتحاول تتحكم فيها بصعوبه، بس قدروا ان هم يخلصوا من الواد التاني اللي كان معاهم ويرموه بره العربيه. وبعد كده دخلوا بالعربيه في مطعم الناس كانت قاعده فيه وكسروا الحيطه وبهدلوا الدنيا خالص. وبيبصوا على التلفزيون لقوا الاخبار بتتكلم عنهم، وفي فيديو لنيك وبيقولوا ان هو اللي موت الحارس بتاع روجر وهو اللي خطف. الناس بقوا يبصوا لهم وخايفين منهم وطلعوا يجروا من المكان وسابوه. ميلر جه وخد منهم الشنطه اللي فيها 70 مليون دولار واتفق معاهم على مكان هيتقابلوا فيه كمان شويه. بس ميلر اول ما ركب العربيه انفجرت بيه ومات. بس فجاه في حد جه راكب موتوسيكل ومشي في النار عادي ودخل ايده من شباك العربيه وخد الشنطه اللي فيها الفلوس، بس جت عربيه زباله خبطته ونزل السواق منها خد الشنطه ومشي. نيك واودري واقفين يبصوا على اللي بيحصل ومش فاهمين حاجه، بس اودري عملت حاجه حلوه وقدرت ان هي تحفظ الارقام بتاعت عربيه الزباله عشان ده ممكن يوصلهم للي خد شنطه الفلوس. لوران اللي هو الضابط اللي كان حل القضيه اللي فاتت موجود في الاوبرا وعمال بيلعب بالدخان زي ما بيعمل على طول. بيبص فجاه لقى نيك واودري في وشه وطالبين منه ان هو يساعده، وبيقولوا له في ناس احنا ما نعرفهمش، الناس دي عملت لنا فيديو مزيف عشان يلبسونا كل اللي بيحصل. ادوا له رقم العربيه اللي اودري كانت شافتها بتاعت اللي خد شنطه الفلوس، وطلبوا منه انه يعمل تتبع للعربيه دي ويوصلهم لمكانها. قال لهم بس انا لو ساعدتكم هتحاكم لان انتم متهمين في اللي حصل ده، بس هو بيحبهم ومتاكد ان هم ما عملوش حاجه. اتفقوا ان هم يربطوه في الكرسي اللي قاعد عليه عشان يبان انه ساعدهم غصب عنه ومحدش يشك انه متفق معاه. خدوا العربيه بتاعت لوران وقال لهم على المكان اللي هيلاقوا فيه عربيه الزباله وهناك هيبقى موجود اللي سرق شنطه الفلوس. خدوا عربيه لوران وكانوا مفكرينها ان هي هتبقى عربيه جامده واحدث حاجه، بس طلعت عربيه معفنه وصغيره واي كلام. ولوران قال لهم على المكان اللي هيلاقوا فيه عربيه الزباله وهناك هيبقى موجود اللي سرق شنطه الفلوس. وصلوا المكان ولقوه قصري شكله يخوف. سمعوا صوت فبيبصوا وراهم لقوا سايكو والمساعده بتاعتها قدامهم، وكده يبقى هم اللي خدوا الشنطه اللي فيها الفلوس. خدوا نيك واودري وربطوهم وسايكو بتقول لهم ان مبلغ 70 مليون دولار ده مبلغ جامد وهي ما كانتش تقدر تفوت الفرصه دي. نيك بيقول للمساعده بتاعت سايكو ان سايكو هتغدر بيها وتموتها، ويعني هو بيقول لها عشان تاخد بالها وتفكهم ويهربوا سوا من المكان ده قبل ما سايكو تعمل فيهم حاجه، عشان طبيعي ان هي تطمع في الفلوس واكيد مش هتقسمها مع المساعده بتاعتها. والمساعده بتاعت سايكو استهزأت بالكلام اللي بيقوله نيك، بس فعلا طلع كلامه مظبوط وسايكو موتتها. وسايكو دلوقتي هتسيبهم وتمشي، بس قبل ما تمشي ولعت في المكان عشان تموته، بس ما لحقتش ان هي تمشي لان المساعده بتاعتها كانت لسه ما ماتتش وضربتها بالنار وموتتها، وبعد كده ماتت هي كمان. ودلوقتي نيك واودري لوحدهم والمكان كله مولع. قدروا ان هم يفكوا نفسهم ونيك خد الشنطه اللي فيها الفلوس، بس بيبص على اودري لقى النار مسكت فيها وهتولع. طلع يجري عليها وخدها في حضنه ونطوا من الشباك، بس ما حصل لهمش حاجه لانهم وقعوا في الميه. طلعوا من الميه وركبوا العربيه المعفنه بتاعت لوران، بس بيبصوا قدامهم لقوا ان في عربيه جامده فسرقوها ومشوا بيها. بصوا عند برج ايفل وطلعوا فوق ومعاهم الفلوس، وقابلوا باقي الناس اصحاب روجر كانوا مستنيينه. شويه كده ولقوا باب الاسانسير بيتفتح وروجر جالهم، بس شكله ما كانش طبيعي. الناس كلها انبسطوا ان هم شافوه ان هو سليم وما حصلوش حاجه، بس فرحتهم ما كملتش لان روجر بيقول لهم ان اللي خطفوا ملبسه قنبله وبيطلب من نيك انه يحط شنطه الفلوس في الاسانسير، ولو ما عملش كده هي ثواني والمكان كله هيتفجر وكلهم هيموتوا. وكل اللي موجودين بيقولوا لنيك اعمل زي ما بيقول وحط شنطه الفلوس في الاسانسير، فبيقول لهم لا. بيقولوا له يعني ايه لا احنا كده هنموت؟ وروجر بيقول له انت مش شايف اللي انا فيه والعداد بتاع القنبله شغال وهي ثواني وهنتفجر كلنا. قال لهم ما تخافوش مفيش حاجه هتحصل، واعصابه كانت بارده خالص وحط حاجه عشان يشربها. وكل الناس اللي موجودين اعصابهم بايظه وكانوا هيموتوا من الخوف، والعداد بتاع القنبله عمال يقل ولغايه ما خلاص كانت هتنفجر، بس ما انفجرتش وما حصلش حاجه زي ما نيك قال لهم بالظبط.
ونيك بيقول لهم ان توقع ان ده يحصل لان اللي بيخطف حد عمره ما هيموته قبل ما ياخد الفلوس، لان لو موته مش هيبقى ذكي وكده هيبقى بيضحي بالفلوس وده مش هيحصل. وبيقول لاودري انه شاف الكلام ده مكتوب في الكتاب بتاع ميلر اللي هي كانت عاوزاه يقراه. فاودري بتقول له ايه ده انت قريت الكتاب وما قلتليش؟ فقال لها انا قريته كله من الجلده للجلده وحفظت كل حاجه فيه، وكنت مستني بس ان يجي الوقت المناسب عشان اطبق الكلام اللي انا اتعلمته من الكتاب. وفجاه لقوا الشباك بتاع الازاز بيتكسر وميلر واقف قدامه وبيسقف لنيك على اللي عمله، وبيقول له انا مبسوط ان انت اتعلمت من الكتاب بتاعي وكمان طبقت اللي انت اتعلمته ده بشكل كويس. اودري بتقول لميلر انت ازاي موجود هنا دلوقتي وانت مت قدام عينينا والعربيه انفجرت بيك؟ قال لهم انه كان عامل خطه عشان ياخد الفلوس ومحدش يشك فيه، والعربيه اللي انفجرت دي كان فيها مكان مصفح ميلر دخل جواه عشان يبان قدام كل الناس انه مات، بس هو في الحقيقه ما حصلهوش حاجه. والمفروض ان الراجل اللي جيب الموتوسيكل ونزل مشي في النار وخد شنطه الفلوس من العربيه ده كان تبع ميلر، والخطه انه هياخد شنطه الفلوس ويديها له بعد كده، بس الخطه بتاعته باظت لان المساعده بتاع السايكو جت وموتت الراجل اللي تبع ميلر وخدت هي شنطه الفلوس. ميلر شغل القنبله تاني، لوران حاول يوقفه فضربه بالنار وخد شنطه الفلوس، اتعلق بالحبل عشان يهرب من الشباك تاني زي ما جه، بس اودري طلعت تجري ومسكت فيه. نيك بيحاول يطلع عشان يلحق اودري بس رجاله ميلر مش سايبينه وعمالين بيضربوا في بعض، وكان في واحد عمال بيضرب نيك ففرانسيسكو جه ومسك ايده واداله بالدماغ خلاه يغمى عليه. ونيك بيقول له انت ازاي بتضرب بالدماغ كده وما بيحصلكش حاجه؟ فقال له ان دي موهبه ربنا مديها له، بس فجاه بيدوخ وبيغمى عليه هو كمان. ميلر خد شنطه الفلوس من اودري وزقها وقعها، ونيك مسكه وعمال بيضرب فيه، بس اودري ما حصلهاش حاجه وكانت متعلقه في الحبل. نيك فتح شنطه الفلوس وطيرها كلها وعمال بيضحك، وميلر اتضايق وضربه في وشه. اودري طلعت لهم وعلقت حبل كده في المكنه بتاعه الاسانسير، ونيك ربط الطرف التاني من الحبل في ميلر، فشغلوا الاسانسير والحبل سحب ميلر وفضل متعلق في الهوا كده ثواني، وفجاه الحبل اتقطع ووقع على المروحه بتاعه الطياره الهليكوبتر ومات. نزلوا عند اصحابهم تحت، وروجر كان مبسوط ان الكابوس اللي كانوا عايشين فيه ده خلاص انتهى. وهم واقفين اودري خدت بالها ان اخت روجر ايديها زي ما يكون فيها دم، فقالت لها ايه مال ايدك انت اتعورتي ولا ايه اللي حصل؟ قالت لها لا مفيش حاجه ما تقلقيش، انا بس كنت عامله حنه وعشان القلق اللي احنا كنا فيه من شويه فشكل الحنه ساحت وبهدلت ايدي. اودري قالت لها بس انا كوافيره وبفهم في الكلام ده كويس، الحنه لما بتنشف مستحيل ان هي تسيح تاني وتبهدل ايدك بالشكل ده. قالت لها يبقى انا كده فهمت ايه اللي حصل، احنا لما كنا بنرقص في الحفله انت كان المفروض تبقي موجوده معانا بس انت ما كنتيش موجوده وجيتي متاخر، وساعتها الحنه اللي كنت عاملاها على ايدك كانت لسه ما نشفتش، وانت بتموتي الحارس بتاع رجل الحنه بتاعتك بهدلت الهدوم اللي انت كنت لابساها، وبعد كده انت حاولت تخفي الهدوم دي. وفعلا طلعت هي اللي عملت كل اللي حصل ده عشان كانت عاوزه تموت روجر لانها ما بتحبوش وعاوزه تاخد فلوسه، وحاولت تموت روجر بس الجنرال طار وخدت طلقه في دراعه التاني، ودي تاني مره ينقذه من الموت. المره الاولانيه لما كانوا في مومباي وطلع برضه ان اخته هي اللي كانت عاوزه تموته. نيك واودري كانوا واقفين شويه مع بعض ولقوا الطيار اللي كانوا جايين معاه بالهليكوبتر جالهم وبيديلهم تليفون عشان يكلموا روجر. روجر بيقول لهم الشنطه اللي قدامكم دي فيها 10 مليون دولار، ولو صرفتوا كل الفلوس فممكن تبيعوا الشنطه لان الشنطه لوحدها بتساوي 3 مليون عشان معموله من جلد الديناصورات. خدوا الفلوس وهم مبسوطين وركبوا الهليكوبتر عشان يروحوا لبلدهم تاني، بس زي ما بيحصل معاهم على طول طلع حظهم نحس والطيار طلع حرامي وخد منهم شنطه الفلوس وسابهم في الطياره لوحدهم ونط، والطياره كده ماشيه لوحدها وهم مش عارفين هيعملوا ايه. هتلاقيني سايب لك اسم الفيلم وكل التفاصيل في اول تعليق. اشترك في القناه وفعل الجرس، واحلى سلام عليك يا باشواتي.